شوفوا لي اللون يا البنات، هذا اللفت راهو يجي وردي طبيعي مقرمش. صراحة هاد الوصفة دائما وكل عام نجربها وجامي خيبتني ودائما محمرت لي وجهي. نخليكم مع هاد المنظر وشهيتكم في الجنة. البنات نتمنى تجربوه، وصفة ناجحة ناجحة ناجحة. مليون في المية والله تجربوه ما تستغناوش عليه، وأحسن طريقة صراحة ويطيب غير في 3 أيام. فيه شوية أسرار راح نقولها لكم مع الفيديو. كملوا الفيديو للأخير وراح تفهموا، يعني راح تشوفوا كامل الأسرار اللي يجيكم بهذا اللون وهذا القرمشة، وممتوع ما يفسدلكمش، يعني ما يديرش هذيك الطبقة نتاع الخمير اللي من الفوق. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساونيش في اللايك والاشتراك وتعليق حلو وسكر كيما نتوما، وميرسي على التعاليق الرائعة والجميلة اللي تبعتوها لي بعد النجاح الكبير اللي حقه الوصفة تاع الزيتون. نشكركم من كل قلبي. ربي يخليكم وربي يحفظكم. المهم هنا راح نبداو الوصفه على بركه الله. عندي اللفت، رحت جبت اللفت، جبته من السوق، ماهوش غالي ياسر، يعني البري تاعو راهو مليح. حطيته تحت الماء، نحيت له اي حاجه تكون هكا يعني فيها ضربه، فيها تراب، فيها ما على باليش، هكا غسلته مليح مليح. ومن بعد بديت نقطع فيه. الطريقه تاع التقطاع على بنات كيما تحبوا، يعني كيما تحبي ديريها. انا درتها هكا صوابع، كيما الفريت، كيما البطاطا المقليه. علاش؟ باسكو يجي هكا بريزونطابل كي تحطيه مع الماكله، وممتو ساهل يعني لي يهز وحده يكملها، وسهله باش تهزيها، ما فيهاش ماشي ما تعرفيش تهزيها ولا بالك كبيره تعضي منها شويه وترجعيها. المهم يعني هذه احسن طريقه للتقطاع، وانتم ترجع لكم يعني تقطعوها بالطريقه اللي تحبوها. بعد ما قطعته كامل هنا تكوني موجده ديجا البلارات اللي راح ديريهم فيها. البلاره تاعك حطي فيها شويه تاع ماء سخون وحركيه هكا شويه، ومن بعد خليها تنشف هكا، راح تعقمي البلاره تاعك. هنا عندنا البيتراف الاحمر، حنا نقولوا له البيتراف الاحمر، كل واحد كيفاش يقول له. المهم هو كيفاش يقولوا له بالعربيه الفصحى باش الناس كامل تفهموا، اللي هو الشمندر. اي هذا هو. المهم انا جبته، جبت حبه كبيره قطعتها. شوفوا كيفاش راح ندير الكميه تاع اللفت، ومن بعد 3 ولا 4 حبات نتاع البيتراف الاحمر، ومن بعد نكمل شويه تاع اللفت، ومن بعد 3 حبات تاع البيتراف الاحمر، وكيما هكا يعني طبقه بطبقه. طبقه نتاع اللفت، وشوفوا كيف راني ندير لها. ومن بعد تحطي واحد 3 ولا 4 نتاع البيتراف الاحمر هذا اللي هو الشمندر، ومن بعد تزيدي تكملي هذوك اللفت، ومن بعد تزيدي تحطي ثاني واحد 2 حبات ولا 3. ودوك نقول لكم في الاخر واش تحطوا، واش هو النوع الخضار اللي تحطوه في الاخر كامل باش يحمي هذيك البلاره، ما يصرى فيها حتى عفانه ولا هذوك لاكوش اللي يديرها من الفوق. المهم السر الثاني عندنا اطرا تاع ماء. درك انا درت 2 بلارات صغار، انتي ترجع لك يعني. المهم انا نعطيك الاطرا تاع الماء واش ديري فيها، والباقي انتي والكميه اللي راح ديريها. هنا عندي 2 مغارف كبار ملح. اطرا ماء تدي 2 مغارف كبار ملح. والسر اللي راح يخليه يجي قرمش هي مغرف تاع السكر. يعني بعد ما ديري 2 مغارف كبار ملح، ديري 2 مغارف ديري مغرف واحده سكر. يعني اطرا تاع ماء فيها 2 مغارف ملح وفيها مغرف واحده نتاع سكر، وحطيت لها مغرف ماشي معمره نتاع خل ابيض. خل اي نوع خل عندك، خل احمر، خل ابيض، كيما تحبي، وتقدري تستغني عليها كامل. يعني هذا المغرف تاع الخل راهي اختياريه، تحبي ديريها تحبي ما ديريهاش. هو الاكيد واللي لازم هو مغرف السكر مع 2 مغارف الملح مع الاطرا تاع الماء دافي. هذا ما كان خلطتهم مليح وحطيتها بشي، ومن بعد دركا راني نهز بلالوش ونعمر في البلارات. واش راح نديروا لها في الاخر، وهذا هو السر الثالث. عندك سلطه فيغ عادي، سلطه خضراء، حطيها من الفوق كطبقه تحمي هذيك المخللات تاعكم. هذه في اي نوع مخللات تقدري ديريها تحميه انه ما يديرش هذيك لاكوش، ما يديرش البنه اللي مش مليحه، تمتص كامل البنه اللي مش مليحه. ما تخليش يدير هذيك لاكوش
تاع الخمير، تحسيك شغل خامر هكا من الفوق، تحميه لواحد الدرجه. يعني هاد الورقه تاع الخس ولا تاع السلطه، باش الناس كامله تفهم، لازم ديريها من الفوق باش تحميلك انواع تاع المخللات تاعك. وهنا شوفوا لي النتيجه. واش نقول لكم، واش نخلي لكم بنات، اللون راكم شفتوه في اول الفيديو، كانت فاتت عليه 3 ايام وكليناه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ومع السلامه في وصفه جديده. باي باي.